بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم الخميس الموافق 7 مارس لعام 2024. يوم الخميس هو آخر يوم في الأسبوع بالنسبة للعمل الرسمي لكافة المصالح الحكومية والخدمية والقطاع العام، وأيضا المدارس والجامعات، سواء المدارس الحكومية أو الخاصة، وكذلك الجامعات الحكومية أو الخاصة. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة إلى التنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الأحوال الجوية، وخاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، والتي تشهد تقلبات جوية وسرعة رياح بيكون لها تأثير سلبي على القيادة الآمنة. لذلك دائما وأبدا بنناشد السادة قائد السيارات اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة مع الالتزام بالتعليمات الأمنية المرورية. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة، علامات إرشادية، علامات تنظيمية لمنع أي كثافات أو تراكمات مرورية، خاصة في ساعات الذروة الصباحية وساعات الذروة المسائية. أيضا كافة المناطق التجارية ومناطق وسط المدينة تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة بهدف منع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع والمواقف العشوائية، حتى لا يكون لها تأثير سلبي على حركة سير السيارات وتؤدي إلى تباطؤ حركة سير السيارات، مما يسبب تراكمات وكثافات مرورية. مع إرشاد قائد السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. معلومة عقب انتهاء العمل الرسمي اليوم، توجه السادة المواطنين إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي لزيارة الأهل والأقارب. لذلك استعادت الإدارة العامة للمرور بتعزيز وتكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة صحراوية وزراعية بمجموعات الدراجات البخارية، وسائل الإغاثة الفورية، وسائل الدفع الرباعي، والأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات، لتأكد من التزام قيادة السيارات بتعليمات وقواعد وآداب المرور. كثافات متحركة مع انطلاق الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب والتلاميذ إلى الجامعات والمدارس، والسادة المواطنين المقيمين والمترددين من المحافظات الأخرى إلى كافة المصالح الحكومية والخدمية. لذلك تم تعزيز كافة الميادين الهامة والطرق الرئيسية المؤدية لمجمع المدارس والجامعات مع عمل حرم أمني حول المدارس والجامعات بهدف منع الوقوف الممنوع والانتظار الخاطئ أو الوقوف في نهر الطريق. وبالرغم من تسكين الموظفين في أعمالهم والطلاب والتلاميذ في الجامعات والمدارس ومعظم السادة المواطنين في كافة المصالح الحكومية، إلا أن الكثافات المتحركة دائما مستمرة، وخاصة في المناطق الساخنة، وأبرزها أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، وأيضا كذلك أعلى كوبري الجامعة اتجاه منزل ميدان النهضة، وأيضا أعلى كوبري فيصل المتجه من شارع فيصل اتجاه شارع السودان، وأيضا كذلك بالنسبة لكوبري 15 مايو اتجاه منزل شارع أحمد عرابي، وأيضا كذلك بالنسبة لكوبري حدائق القبة اتجاه شارع مصر والسودان، وأيضا كوبري الملك عبد الله صالح اتجاه مناطق المنيل ومناطق مصر القديمة. لذلك تم تعزيز أعلى الكباري بخدمات مرورية مكثفة لمتابعة الحالة المرورية والتعامل مع أي أعطال مرورية قد تحدث. أيضا المسطحات الأرضية ما زالت تشهد كثافات متحركة، أبرزها شارع العروبة، وخاصة القادم من منزل كوبري الطيران اتجاه قطعات العروبة اتجاه ميدان العروبة، أيضا القادم من مسطح أرضي ميدان العروبة اتجاه شارع صلاح سالم وتقاطعات العروبة، أيضا القادم من تقاطع شارع الطيران مع شارع العروبة اتجاه شارع الطيران، وتحديدا اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات، أيضا مسطح أرضي شارع امتداد رمسيس اتجاه طريق النصر، أيضا شارع رمسيس اتجاه شارع الجلاء، وتحديدا القادم من غمرة اتجاه شارع رمسيس اتجاه ميدان رمسيس اتجاه شارع الجلاء، هتشهد كثافات متحركة قد تصل إلى كثافات عالية بالقرب من ميدان رمسيس، نظرا لانحراف السيارات يمينا اتجاه مطلع كوبري 6 أكتوبر، وأيضا الوقوف العشوائي بالنسبة للسيارات النقل العام والنقل الخاص والنقل الجماعي. كل هذه الكثافات المتحركة بيتم التعامل معها فورا من قبل الخدمات المعنية والميدانية، بالإضافة إلى التنسيق مع غرف العمليات بهدف تسهيل الحركة المرورية. الطرق السريعة داخل القاهرة الكبرى أيضا بتشهد كثافات متحركة حاليا، وأبرزها أعلى الطريق الدائري في الاتجاهين، سواء القادم من القاهرة اتجاه الجيزة أو القادم من جنوب القاهرة اتجاه شرق القاهرة، وأيضا القادم من القاهرة الجديدة اتجاه منزل طريق السويس الصحراوي والطريق إسماعيلية الصحراوي.
أيضا القادم من شارع الثورة اتجاه طريق الصريح الصحراوي بيشهد كثافات مرورية عالية وأبرزها على كوبري الجيش اتجاه جاردينيا. أيضا طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد كثافات مرورية عالية اتجاه نفق السلام وكوبري السلام. أيضا أعلى الدائري استكمالا للقادم من نفق السلام تحديدا أعلى المؤسسة اتجاه المرج بيشهد أيضا كثافات مرورية عالية. كل هذا وذاك تحت نظر الخدمات الميدانية بإشراف ميداني، بالإضافة إلى التنسيق مع غرف العمليات من خلال شاشات العرض لملاحظة الحالة المرضية وعلى مدار اليوم الكامل. أبرز ما لدينا اليوم غلق كلي لمدة 12 يوم بالنسبة لمحور العبور وامتداد مناطق الأعمال اتجاه منطقة محور محمد نجيب بهدف تطوير ورفع كفاءة محور العبور في الاتجاهين، حيث تم الغلق في الاتجاهين مع تحويل حركة سير السيارات إلى المسطحات الأرضية والشوارع الجانبية وسط تواجد علامات إرشادية وعلامات تنظيمية بنفس الموقع. أيضا ما زال الغلق الجزئي والكلي مستمرا حتى الآن بشارع يوسف عباس بالنسبة للقادم من شارع العروبة اتجاه شارع يوسف عباس مع تقاطعه مع شارع المخيم الدائم وشارع محمد أمين، وكذلك القادم من مصطفى النحاس اتجاه تقاطع مصطفى النحاس مع مكرم عبيد بيشهد أيضا بعض الإشغالات وبيتم التعامل فورا من قبل الخدمات المرورية المعنية بنفس الموقع. المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم الكامل بهدف تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط إيقاع حركة سير السيارات مع التزام قيد السيارات وفرض المشاة بتعليمات رجال المرور حتى تكون إن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين.